جود مورنينج يا حبايبي الأعزاء. Good morning, my neighbors! Hey, fuck you! Yes! Yes! أنا آسف جدا على السحبة الطويلة دي. معلش، المشكلة إن أنا كنت تمام، إن كان ورايا تمام حاجات معينة كان ناوي أنجزها، بس ما قدرتش بس من كتر ما أنا كنت منشغل فيها ما قدرتش أشتغل بالقناة، فعشان كده طولت فيها شوية بدرجة حتى إن أنا سبت القناة واتشغلت فيها، لكن فوقت صحصحت لنفسي شوية وقررت إن أنا أحاول بقدر الإمكان أرجع أنزل القناة زي الأول. المهم يلا بينا نخش في موضوعنا. زي ما احنا عارفين احنا تابعنا كرتونات كتير جدا في حياتنا، وكنا حرفيا ما بتنسألش تمام ايه هي الاسرار الخفيه او الحاجات الغريبه اللي مخبيها الكرتونات دي، زي في كرتون طافي ازاي الطافي طار زي البني ادمين، وهل بجد كرتون تيتا بيس مقتبس من قصه حقيقيه، وهل بجد تيمي ترنر مريض نفسيا؟ كل ده هتعرفوه في الحلقه بتاعت النهارده. ومن غير ما نطول اكتر، الكرتون الاول هو تيتا بيس. تسلية. 1 1 2 2 3 3 4 4 قبل ما اخش على الموضوع على طول لازم اولا تمام ادي تعريف على الكرتون ده. اقول لكم تعريف يعني على الكرتون ده عموما. كرتون تيتا بيس هو كرتون بيتكلم عن 4 كائنات لطيفة عايشة في ارض تمام خضرة حلوة جدا، وكل يوم بيقضوا اوقات احلى من اللي قبليه. يا ذكريات براعم. المهم الكرتون ده لطيف قوي وكيوت، وكنت اتفرج عليه انا وكنت من ضمن الناس اللي كنت بتفرج عليه وانا صغير. بس الكرتون ده من كتر لطفه المبالغ فيه، ومن كتر ما هو كان تمام كان بريء جدا بنسبة تمام مبالغ في أمرها، فاتقالت عليه نظريات كتير قوي بالعبيط، ومن ضمنها هي نظرية بتقول إن الكرتون ده مقتبس من قصة حقيقية. فترة من الفترات زمان قوي كان في 4 أطفال دخلوا مصحة عقلية اسمها لالا لوسي، والمصحة دي كانت كل الناس اللي بيديروها كانوا بيسيئوا معاملتهم بشكل وحش جدا، وكانوا حرفيا بيعاملوهم بشكل هتخليك تصعب عليهم جامد. كانوا بيحطوهم جوه لوحدهم، وكانوا بيعنفوا فيهم بلا أي أسباب، وكانوا برضه بيعنفوا فيهم وخلاص، كانوا بيقربوهم، وكانوا تمام بيحطوهم في أجواء تلج جدا أسوأ بكتير من الجو اللي أنا حاطط فيه دلوقتي، وما كانوش بيأكلوهم ولا يشربوهم، كانوا حرفيا بيحرموهم من الأكل والشرب، وكانوا بيسبلوهم آخر إسبال، وكانوا حرفيا على على الإهانات تمام اللفظية والجسدية بيقوموا يناموا. وقبل ما اوضح لك اللي حصل في بقيه القصه فانا هعرفك تمام على حاجات قاسيه جدا عملوها تمام الاطباء او الناس اللي كانت بتدي في المستشفى دي في اول يوم للاطفال دول، وكانت الحاجات دي كانت قاسيه جدا. ومن الاخرى كانت تمام جزء كبير جدا بين شخصيات التيتابيز. مثلا كانت واحد منهم كان تمام بصراحة واحدة مش واحد. المهم الواحدة دي معروف عنها إن تمام إن كانت حرفيا كانت مصابة بمتلازمة أو مرض نفسي كان بيحرمها إن هي تيجي إن هي تيجي لمبة الشمس. وبعد ما هي تمام سابت الشمس تيجي لمتها بعد عدة أيام، كانت حرفيا كانت بتقعد في الأوضة كده تقفل كل الشبابيك، وكانت متسمحش تسيبش الشمس تمام تلمسها تمام فبعد ما هي غابت على الشمس طويلة ورجعت لها، أصابت بحاجة كده تمام في جلدها خلته لونه أصفر. وهنا بتميز شخصية تمام التيرابيز تمام الأصفراوي ده. وكان في واحد من الأطفال كان زمان جدا كان بيعاني من حالة مرضية كانت بتخليه لما يجي كل أي أكلة تمام كانوا أهله بيعملوها تمام كان بيستفرغها وما كانش راضي ياكل. والأطباء تمام شكوا إن دي مشكلة عقلية، وقالوا إن ابنكم جايز يكون عنده مشكلة في عقلية، فنصيحة مننا تمام ودوه مصحة عقلية. وبالفعل ودوه نفس المصحة اللي هي لالا لوسي. والناس اللي تمام اللي في المصحة طبعا زي ما أنا قلت لك إن هم لأنهم تمام إن هم أشروا وكده، خدوا الطفل المسكين ده ودوه جوه أوضة كانت برد جدا، برد موت، برد بدرجة حتى إن هم تمام إن هي تمام خلت لون جلده أزرق كده أزرق، والزرقان ده ما كانش بيطلع خالص أبدا من جسمه. وده تلميح تمام لأحد الشخصيات اللي في الكرتون، أنا وهي شخصية التيتابيز اللي لونه أزرق. والقصة
تالتة بتعود لبنت كمان، بحيث إن كانت في بنت كانت بتتصرف تصرفات جنونية، فأهلها عشان كده ودوها المصحة. وفي يوم من الأيام كانت ناس اللي هم بيديروا المصحة كانوا شغالين مدفأة، وكانوا حاطين عليها حطب كتير عشان الحطب ده بالتالي يولع والمدفأة دي تفيهم وكده، عشان مش منطقي كده إنك إزاي تشغل مدفأة من غير حطب. المهم في تركيا حطوا في حطب كتير جدا لحد ما بكل غباء جابوا البنت دي تمام وكانوا افتكروها جذع من أحد أجزاء الشجرة اللي قطعوها، خدوها وحطوها في النار بس. والفيلم ده تفضل تولع بشكل مرعب جدا، والنار مش راضية تطفي لحد ما طفوها بالعافية. وحتى لما اتطفت برضك ظهر حمران كده للأسف على جسمها، والحمران ده كان مالي جسمها حرفيا. وحاولوا يطلعوه كتير جدا بس للأسف فشلوا. و... وللأسف ما طلعش للأسف. وده تمام تلميح لشخصية تمام التيتابيز الأحمر. خلينا نخش بقى على تمام الرابع والأخير، أنا وهو التيتابيز الأخضر. وده طبعا كالعادة كان واحد من الأطفال المجانين اللي كانوا محبوسين في قلب المستشفى. يوم من الأيام عيب مرض قوي جدا وغريب خلاه يرجع كل شوية، والمرض ده أثر عليه مش بدرجة تأثيره الترجيع الكتير وبس، لا حتى كمان بدرجة إن خلى لون تمام بشرته خضراء، وده بيفسر شخصية التيرتابيز اللي لونه أخضر. المهم مادام أنا قلت لك إيه الأسباب مهم بدل ما انا قلت لك تمام ايه هي الحاجات المؤلمه اللي حصلت للاطفال دول اللي خلاهم جزئيه كبيره للشخصيات دي، وايه علاقه الحاجات المؤلمه دي بالشخصيات دي اساسا، جيب الوقت عشان اكمل لك القصه. بص يا سيدي، يوم من الايام الدكاتره كانوا شايفين الاطفال ده تمام حاسين بملل قوي في حياتهم، وحاسين ان هم على الملل يوم ويناموا، فقرروا ان يشتروا لهم تلفزيونات، والتلفزيونات دي كانت قاعده بتسليهم بشكل جنوني. المهم فضلت التلفزيونات دي تسليهم وتخليهم يستمتعوا بحياتهم بعد فترة طويلة جدا تمام، لحد ما في يوم من الأيام تمام بسبب حاجة معينة بتخص المستشفى أو الديون اللي وراها قرروا إنهم يتخلصوا من التلفزيونات دي. لكن الأطفال ما كانوش راضيين بكده، فهم عشان كده بلعوها. فبعد ما بلعوا التلفزيونات دي على طول حسوا إن على كل مصرهم اتقطعت، وأعضائهم كلها حرفيا اتفرتكت بشكل مش طبيعي. وفضلت الوضع ده تمام مستمر، وفضلت أعضائهم تتفرتك ومصارهم تتقطع لغاية من كتر كده ماتوا وفرقوا الحياة. ودي كانت القصة الحقيقية اللي أساسا بسببها تم عمل كرتون تلتبيس من الأساس. يلا بقى ننتقل على الكرتون التاني، والكرتون التاني معانا النهارده هو كرتون تيمي ترنر أو بوي السحريان، أو زي ما كان بيتقال على سبيستون كده أحلامه تيمي. تيمي ليس مشاغبا ويشعر بالغضب وجليسته. الناس اللي مش عارفة الكرتون ده، فهو كرتون بيتكلم عن طفل اسمه تيمي ترنر. الطفل ده كانت حياته حرفيا كلها وحشة جدا، بحيث إن كان تمام بيعاني من والدين مهملين، وواد بيتدمر عليه بالمدرسة، وحتى برضك مربيه يا كريهة كانت قاعدة بتسيء معاملته كل شوية. المهم ففي يوم من الأيام طلعوا له آم، ناس كده طاير اسمهم المساعدين الخياليين، والمساعدين احنا والديك السحريين وعندنا قدرة تحقيق اللي انت عايزه. فقال تيمي ترنر لكن بشرط إن لازم يتبع قوانين معينة، ولو ما عملش كده هيتم سحب الجنيات وللأبد. الكرتون ده حلو جدا، كنت بتفرج عليه وانا صغير، ومناسب جدا للمشاهدة العائلية. لكن انا حابب اصدمكم واقول لكم تمام ان الكرتون ده كان حرفيا بيتدحور على طفل احنا كنا فاكرينه بيدي المغامرات دي بجد. لا، بل الحقيقة كانت إن تيمي ترنر ما شافش الناس دي حقه حقيقي، ولا حتى قابلهم بجد. لأ، بل كتر الأوقات اللي كان بيقضيها في المدرسة طفح كيله وقرر إن هو يتعاطى المخدرات، ومن كتر كده اتخيل الناس دي وتخيل إن هو بيحاول الأماني. أيوة زي ما سمعت كده. والكرتون وكل الأوقات اللي احنا شفناها دي كانت حرفيا وهم من مخيلة تيمي ترنر. وده تمام ليه سبب، وده ليه تمام دليلين قويين جدا. الدليل الأول هو إن في الأوقات تمام اللي تيمي ترنر بيكون وسط ناس تمام
ما بيظهروش ابدا اللي هم ابوه السحريين، لكن لو ما بيكون لوحده بيظهروا على طول وبهيئتهم الحقيقيه. الدليل التاني هو الدليل الاقوى، هو ان تيمي تيرنر تمام كل ما بيتمنى امنيات اكتر كل ما الامور تسوء في النهايه، بالظبط زي مدمن المخدرات اللي كل ما بيشرب وبيتعاطى اكتر وبيشد اكتر كل ما الامور بتسيء للنهايه. ودي كانت حقيقه كرتون تيمي تيرنر الصادمه. نخش مباشره بقى على الكرتون تمام التالت والاخير معانا الفيديو النهارده، ان هو كرتون طافي. هل رأيت حيواني الصغيرين؟ لا سيدتي، بما أنني انتهيت من تلميع البلاط أتوقعهما في أي... كرتون طافي هو كرتون بيتكلم عن راكون متشرد وسيد سمعة اسمه طافي. الراكون حرفيا على إساءة معاملة الناس ليه بيقوموا ويناموا تمام، لحد ما في يوم من الأيام بيلاقي رابطة عنق، والرابطة دي تمام بتخليه حرفيا مرة واحدة يتظاهر، يخلي الناس لما تيجي تشوفه على طول تفتكره قطة. لحد ما في يوم من الأيام لما حيته ست غنية جدا ساكنة في فندق، والست دي أعجبت بيه وقررت إن هي تمام تتبناه، وعندها كلب اسمه بورسايد، والكلب ده اتغاظ جدا من اللي طافي عمله، فهو بسبب إن كده خد مكانته ومقامه تمام اللي كانت الست دي بتعملها له، وفي نفس الوقت بقت فرق المعاملة ما بينه وبين طافي، يعني كانت بتحسن معاملة طافي أكتر منه، فهو عشان كده قرر إن هو تمام يطارد تمام الراكون ده ويشيل من رابطة عنق، ويثبت ليه تمام للست دي ان ده تمام راكون ومش تمام قطة ابدا. فالست مرة واحدة كانت تترعب وقرر ان هي تطوم من البيت ويعيش نفس الاوقات اللي كان بيعيشها زمان قبل ما تمام كل الناس تفتكره قطة بمجرد حتة رابطة تمام، ويرجع ابو سمعة سيئة تاني. الكرتون كان حلو جدا بالنسبة لي، وكنت بتابع فقرة بومورينج، ودي فقرة كانت بتنزل كل صبح باستثناء السبت، والفقرة دي كانت بتعرض حرفيا جزء كبير قوي من تمام كرتونات كرتونيتو. والكرتونات دي على فكرة كانت بتعجبني وانا صغير، وكنت لازم اتفرج عليهم، من ضمنها كرتون طافي ده بالذات. الكرتون كان حلو جدا او كل حاجه، بس عمرك ما سالت نفسك هو ليه طافي بيتصرف زي البني ادمين، وليه هو حرفيا تمام بيتكلم زيهم ولا كانه حيوان بمخ بني ادم. سيترك هذا علامة. لقد ربحت لقد ربحت ربحت. اكيد لو كنتوا من متابعي القناه وكنتوا بتتابعوني من زمان جدا اكيد طبعا فاكرين الحلقه اللي انا نزلت عنها تمام عن النظريه بتاعه شوب ان شي هو كرتونات حلوه كده. موت ان شون وتمام واصحابه تمام كلهم معمولين عليهم تجارب تمام مخليهم حرفيا يتصرفوا زي البني ادمين ولا كانهم حيوانات بادمغه بني ادمين تمام. النظريه دي بتطبق للكرتون ده بالظبط. في نظريه بتقول تمام ان طافي اساسا هربان من المنظمه السريه كانت بتجري على تجارب، ومن ضمنها تجربه خلته تمام حيوان بدماغ بني ادم، فعشان كده بنشوفه بالطبع ده. وفي نظريه بتقول ان بورسايد تمام دايما بيسعى ان هو يطارد طافي ويفضحه قدام الست اللي بتعتني بيه، مش عشان ان هو تمام عايز يطرده، بل عشان ان هو مصاب باكتئاب تمام ومش لاقي حد تمام يلعب معاه. ايوه بالظبط، كل المطاردات اللي كنت تمام بتشوفها في قلب الكرتون ده كان بيطاردها لطافي بس بغرض بس باب التسلية، مش غرض ان هو يطرده ولا ينكد عليه في عيشته ولا الكلام ده كله، بل كان بغرض التسلية بس. بدليل ان في اول حلقة خالص كان بورسايد كان مكتئب جدا، حتى لما الست اللي كانت بتعتني بيه وكانت بتتابع امره بدل طافي تمام زمان في اول حلقه بالظبط لما اديته الاكل على طول ما رضيش ان ياكل منه وبعد الاكل عنه. حسنا. لكن سبحان الله اول ما طافي دخل في حياته وتمام سرقها على طول مره واحده طبعه اتغير وبقى حرفيا سعيد وبقى حرفيا نشيط وبقى حرفيا طبعه وبقى حرفيا قاعد بيرقص وبيضحك. يا لها من تجربة مذهلة. رائع حقا. سيترك هذا علامة. لقد ربحت ربحت. رأسي. وبس ده كان كل حاجه في فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وشير وسبسكرايب، واكتب لي في التعليقات لو عايز الفيديو اللي جاي يكون عن ومع السلامه باي.